عاملاه لكل واحدة اتطلقت ونصيبها طلع مش كويس في الجواز. انتي بتروحي بيت اهلك اذا كانش معاكي اولاد او معاكي اولاد، ساعات ابوهم بيقولك خديهم ويبقى ندل سوري يعني، وبتروحي عند بيت اهلك. وفي ستات على فكرة اعرف كده هي اللي بتشيل الليلة كلها وبتشتغل وبتقعد عند بيت اهلها وبتصرف من مرتبة واهلها بيساعدوها وبيصرفوا عليها، او لو عندها ميراث بتصرف، يعني هي اللي بتبقى شايلة الليلة بأي طريقة خالص. والراجل طبعا ملوش ولا كأنه يعرفهم ولا كأنه دول ولاده ولا شايلين اسمه. طبعا الست دي يعني ست بتبقى قوية ب100 راجل ونرفع لها قبعة. ليه؟ لان دي ست صبرت، وبعدين مفيش واحدة هتخرب بيتها اذا كانت العيشة مش هتقدر تستحملها، او اذا كان الراجل سوري ندل مثلا هو اللي طلقها او غدر بيها، او راح يعني فارغة اتجوز واحدة تانية، او هي تعبت خالص وطهقت. فهي كانت مش هتبقى قاعدة يعني مية مية والحياة وردية وهو كويس معاها وهتروح تقوله طلقني، مش هتحصل. لازم يكون في اسباب واسباب قهرية، وبالذات لو في اولاد. اما يكون بيبقى في اولاد خراب البيوت بيبقى صعب مش سهل. الاولاد دي بتتشرد نفسيا، بيتعبوا نفسيا قبل اي حاجة. سيبكم من المصاريف والحاجات دي، النفسية بتتعب. الطفل لما بيعيش بين امه وابوه غير ما بيعيش مع امه بس او مع ابوه بس، او مع اهل امه او اهل ابوه او مرات ابوه او حاجات زي كده. الوضع بيختلف تماما. الطفل لما بيعيش في بيت ابوه مع امه وابوه بيطلع سوي نفسيا واجتماعيا، وكمان الحياة بتمشي عادي. لكن انا بقول بقى على الطلاق، الست اللي اتطلقت يعني غصب عنها او هي طلبت الطلاق لظروف قهرية ما قدرتش تستحمل وشايله الليله هي وبتصرف وبتشتغل واهلها بيساعدوا وكده. انتي ست، يعني عاوزه اقولك انتي ست 100 راجل. يعني انت ست 100 راجل، اوعي توطي او تقولي انا غلبانه انا متطلقه. لا، الناس المجتمع يقولك انت متطلقه، انت معرفش انت مش معاكي راجل. ما انت كان معاكي الراجل وحصل ظروف، خلاص هتعملي، هتتكهري اكتر، هتتظلمي اكتر، هتتبهدلي، هتتضربي، هتتشتمي، هيتهان بيكي كرامتك، هتتخاني وتعيشي. لا، ما ينفعش، في كرامه هنا. هنا في استوب نقطه. الست ليها كرامه رفقا بالقوارير، ربنا قالها رفقا بالقوارير. الست لازم تعامل معامله ادميه، ويكون الراجل حنين معاها ويطبطب عليها ويكون حنين عليها. هي مش خارجه من بيت اهلها عشان تتبهدل، لا، اذا ما كانتش تتكرم ترجع تاني احسن. فبقول للست المطلقه ما معكيش اولاد او معاكي اولاد وخدتي اللقب وبقيتي متطلقه، ما تتضايقيش وتوطي في الارض، ده نصيبك. ده اول حاجه، ده نصيبك وقدرك. والطلاق مش عيب او حرام، ده نصيب وقدر، وانت بتختاري حياتك اللي تعيشي فيها بكرامه. يعني حتى لو ما اتجوزتيش بعد كده باختيارك، دي انت اللي مختاره عشان كرامتك خلاص. اذا ما كانش واحد يقدرك ما تتجوزيش تاني. يعني اذا ما كانش يجي واحد يقدرك مش هنكررها تاني ونقعد كل شويه نتجوز ونطلق ويبقى بقى اسمنا مطلقات للمره التانية والتالتة والعشرة. زي ما بنسمع كده في ناس بياخدوها يعني سوري يعني فصحى، اتجوزت واتطلقت اتجوزت واتطلقت. طب وليه؟ لازم نفكر، ده قرار مصيري. القرارات المصيرية دي عاوزة تفكير مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وتاخدي رأي واحد واتنين وتلاتة والعشرة من قرايبك ومن جيرانك ومن صديقاتك ومن زمايلك، كل الناس، علشان دي حياة مصيرية. اللي بتتجوز وبتيجي بتطلق بتيجي تتجوز تاني، اوعي تتجوزي تاني غير لما تكوني متأكدة من الشخص ده ان فعلا هتكملي معاه. طبعا محدش يعلم الغيب، وفي ناس بيبقوا كويسين وظاهرين انهم كويسين ويحصل فشل بعد كده. بس الظاهري احنا عندنا مخ بنفكر، بنشوف الراجل ده عامل ازاي، الراجل ده عصبي ولا هادي، طيب الراجل ده بخيل ولا راجل يعني لارج كده ويفتح بيته راجل محترم، الراجل ده وراه خبايا، مخبي اسرار عننا، ولا كتاب حياته كتاب مفتوح مفيش حاجه تتخبى. حاجات كتير انتوا عارفينها، المستوى الاجتماعي، المستوى الفكري، المستوى التعليمي، حاجات كتير. انا ما بقولش ان مثلا ان الناس اللي قليله في التعليم مثلا لا، عادي، في ناس جدعين، في رجاله جدعه وبيفتحوا بيوت ومحترمين وبيشيلوا ستاتهم على ستاتهم فوق دماغهم وكل حاجه. بس الحياه نفسها تكون فيها تكافؤ، تكون الست متقبله الوضع ده والراجل متقبل الوضع والاتنين متقبلين الوضع ده. فانت كمطلقه ما تخافيش، ما تقوليش انا اكش بقى وخلاص واقعد زي الكتكوت اللي قاعد في الجحر بتاعه بقى وما اطلعش وما اروحش وما اجيش. لا خلاص بقى انا اتحكم معايا بالطلاق، انا خلاص انا المجتمع رافضني. لا، انت المجتمع مش رافضك، المجتمع بيقولك اخرجي وروحي وتعالي واشتغلي
ولو قابلتك فرصه كويسه اتجوزي، ما قابلتكيش زي ما تيجي مش مشكله، تيجي ما تجيش خالص، تيجي في وقت معين خلاص. لكن ما تقعديش تقفلي على نفسك وتعيطي وتتقهري واعصابك بقى وانا متطلقه والناس هتبصلي ازاي وهيقولوا عليا ازاي، وانت فشلتي في حياتك وانت انسانه فاشله وما عمرتيش. لا، انت كنت داخله تعمري وعمرتي بالفعل، وحصل انفصال لسبب من الاسباب، خلاص ده نصيب. ما كانش يبقى مصر والعالم كله في طلاق، في طلاق كتير، نسبة كبيرة. كل ده ليه؟ نسبة الطلاق الكبيرة دي بتحصل ليه؟ بتحصل علشان بيجي دروب، وممكن الواحد يبقى قاعد فجأة والعمارة تبقى تقع عليه، خلاص نصيب وقدر كده. فأي حاجة دي بتبقى نصيب وقدر، لازم نسلم بقدرنا ونقول الحمد لله، الحمد لله على كل حال وعلى كل حاجة حصلت لنا، ونقوم تاني من الصدمة ونبقى أقوياء تاني، ونبدأ نقف على رجلنا تاني ونكمل حياتنا تاني. بالذات الست اللي بتبقى معاها ولاد دي، اوعي تضعفي عشان ولادك دول مين اللي هيربيهم؟ من ده انت لسه قدامك مشوار طويل، انت هتربي وهتكبري وهتدخلي مدارس وهتعلمي وهتخرجي جيل، لازم يكون جيل سوي نفسيا ومتعلم ويقدر يبقى هو يعمل أسرة بعد كده ناجحة، ما يعيش نفس الدور تاني. انت مش مسؤولة عن نفسك، انت مسؤولة عن جيل قبل ما تكوني مسؤولة عن نفسك. حطي دي في دماغك، مسؤولية الأطفال مش سهلة، مسؤولية صعبة 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 جدا جدا. الست اللي بتربي ولادها لوحدها دي بتبقى ست بطل، زي الجمل كده في الصحراء اللي ماشي، اللي بتفتح بيت لوحدها، تربي عيالها هم أطفال وبتكبرهم وبتوصلهم بر الأمان، دي ست جبل زي الجمل في الصحراء، ملهاش حل، ملهاش كلمة تانية. فدي ست كلنا نشكرها ونقف جنبها وندعي لها ان ربنا يقويها. فانتي اي مطلقه، انا بقول لك اهو رساله علني، اوعي تنكسري او تتضايقي او تقولي انا غلبانه انا متطلقه، انا الناس هتبصلي بصه مش كويسه. إيه هتستحقري؟ تستحقرك على ايه اصلا؟ هو انت عملتي حاجه حرام؟ هو انت عملتي حاجه حرام او حاجه وحشه؟ لا، انت عملتي حاجه محلله، يعني حاجه حلال مش حرام، زي ما الجواز حلال الطلاق برضه حلال. ابغض الطلاق عند الله، ابغض يعني ابغض الحلال عند، ابغض الحلال الطلاق، مش حلو، ربنا مش بيحبه. يعني ابغض الحلال عند الله الطلاق، ربنا مش بيحبه، بس مصرح بيه. انا مش هكون طافحه المراره وبتعذب وبتهان وافضل اقول لا اعيش، لا، ما انت كده هيجيلك امراض، ما انت لو كملتي وانت مقهوره انت هيجيلك امراض، ولا حد هينفعك اصلا لما تكبري وتلاقي نفسك مرضتي وعييتي، محدش هيقف جنبك. والله صدقيني صحتك ورجليك اللي ماشيه عليها هم دول اللي ليكي وسندك في الدنيا. فاول ما تلاقي حياتك صعبه لا تطلعي، ما تخافيش، اهربي، اجري، اجري على طول. اوعي تسلمي لانك تتهاني او تتضربي او تتشتمي او تتذلي او تتخاني او اي حاجه من الحاجات دي فوق كرامتك، كرامه الست فوق كل. اوعي، اجري على طول، ولا يهمكيش اي حد، انت بتعمليش حاجه حرام، انت بتطالبي بحقوقك، لا تعيشي حياه كريمه لا اما تعيشي مع نفسك احسن وتبقي واخده رقم مطلقه ارحم لك 100 مره. المجتمع مش هيعيشك، المجتمع مش هيجي عليكي، صحتك مش، لو راحت المجتمع مش هيجيب لك صحتك. الناس بتقعد تسمع وتتفرج وخلاص، محدش بيقف جنب حد، محدش بيطبطب على حد، محدش بيصرف على حد، محدش، صحتك جالك السكر ولا جالك الضغط ولا جالك اي مرض، محدش هيجي يشيل عنك المرض ده، خلاص انت دي حياتك. فكل ست انت قوية، ما تخافيش، ما تستسلميش. شعار، انا برفع شعار الست المطلقة ست قوية، ما تستسلمش لأي إهانة، مدام محترمة انت ماشية بما يرضي الله، خلاص امشي بما يرضي الله، خليكي مع ربنا، طول ما انت مع ربنا ارفعي راسك لفوق، مفيش حاجة هتهينك ولا تنزل كرامتك الأرض. اللي بينزل كرامة الإنسان الأرض هو أما يكون بيعمل حاجة غلط أو مش ماشي مع ربنا. انت ماشية مع ربنا ارفعي راسك لفوق، بتعملي الصح ارفعي راسك لفوق، اوعي ابدا تحني راسك او تقولي انا غلبانه، انت مش غلبانه، المطلقه مش غلبانه. على فكره الكلام ده للمستويات اللي هي العاليه او الوسط او حتى اللي هي الست يعني المكافحه او كده، الست برضو المكافحه انت مش غلبانه، انت كفايه انك شايله مسؤوليه لوحدك وخدتي كرامتك انك تنفصلي، دي برضو انت مش غلبانه، دي تكفي، دي تكفي لوحدها، انت بطل، دي تكفي.
فارجوكوا بلاش نسمع شعارات يا عيني دي متطلقه يا حول الله يا رب، ربنا يعوض، ربنا يعوض عليها ويعوض على كل المتطلقات. بس ما تحسسهاش بقى بالصعبنه، اسلوب الصعبنه ده اسلوب بيستفز الواحد على فكره. يعني ايه يا عيني يا حول الله يا رب، يعني طب واتطلقتي ليه، جوزك سابك ليه، ولا انت سبتيه انت افتريتي عليه؟ يقولك بقى ايه انت افتريتي يعني عليه الظهر وانت طافحه المرار، افتريتي عليه في ايه؟ اهو هو سابك يا عيني تلاقيها معفنه في بيتها وانت تبقي زي الفل في بيتك وفي نفسك وفي اكلك وكل حاجه، وهو اللي يعني زايغه او هو اللي بيحب مزواج بقى، الله اعلم. فماني متطلقه قويه، وارضي بنصيبك وقولي الحمد لله وكملي مسيرة حياتك بكل قوة وإرادة وتوكلي على الله وخلاص. لو الفيديو ده عجبكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو ده لأصحابكم وحبايبكم عشان يستفيدوا. سلام.